جوزي شافني حب عمري وهو ايه بيبوسني. انا كنت زي ايه بنت بحب بتحب، كلنا حبينا اكيد يعني. عرفته، مشينا سوا، رحنا جينا، دخلنا سينمات، رحنا رحلات، عشنا حياتنا بالطول وبالعرض انا وهو. كان بيحبني قوي وانا كنت بحبه، كنت مغرمه بيه، مش شايفه غيره من الدنيا كلها. المهم هو فكر يتقدم لي، ابويا مرضيش بيه، قال لي يا بنتي ده اصلا مش شغال، ده واد صايع مالوش شغلانه، ولا هيعرف يفتح بيت ولا هيعرف يربي عيل، بكره يبقى يشتغل، هو اصلا لما يكون في مسؤوليه هيتحمل مسؤوليتها. قال لي لا، الواد ده لا. ابويا قفل من ناحيته قفله باب، معرفش ليه. المهم بصراحه انا برضو مش عايزه اسيبه، بقيت اقابله واكلمه ونخرج زي ما احنا. حاول مره واتنين وابويا مصمم. في الفتره دي جالي عريس، ابويا شايفه مناسب جدا، شاب متعلم من عيله شغال شغلانه كويسه، عنده شقته، شاب وايه فيه المواصفات اللي كلها ايه اللي اي بنت تتمناها. بس انا مش شايفه ده كله لان عيني مغمضه على حد تاني. ابويا قال لي هتتجوزيه يعني هتتجوزيه، قلت له لا انا مش هتجوزه. قال لي هتتجوزيه، وفعلا طبعا كتر الضغط عليا خلاص اوكي مفيش مشكله. كلمت اللي بحبه قلت له، لقيته بيرد عليا بيقول لي ايه بقى، خلاص اتجوزيه، انا هعمل ايه، مش بايدي حاجه اعملها ما دام ابوكي عايز كده. تسيبني بسهوله؟ قال لي غصب عني ومعلش وحقك عليا وابوك اللي مش راضي. المهم ايه، الموضوع تم. قلت له خلاص انا هحاول اطفشه. اني اطفش فيه ابدا. والمشكله ان ابويا اصلا يعني واخواتي مش مديني فرصه ان اعمل حاجه معاه. يعني مثلا لو خرجنا اخويا معايا، لو عمل طبعا اي حاجه بعملها بيتنقل لابويا وامي ان اخويا بيروح يقول، فكنت بخاف اعمل حاجه. واحنا في البيت احنا قاعدين في مكان وهم قاعدين قصادنا في مكان تاني، يعني شايفيننا، لو عملت حاجه هيشوفوني هيتقلبوا عليا. سبحان الله الموضوع تم. خطبت له وخلاص جهزت حاجتي واتجوزنا. ما اكدبش عليكم، طلع حنين جدا، طلع ابن حلال، وجبت منه ولد وبنت، والدنيا كانت كويسه جدا، وحبيته وحبني وايه ما اقولكوش بقى بصراحه. نسيت التاني ازاي ما تعرفوش، ولا ما اعرفش تناسيت، انا ما اعرفش بصراحه. الايام فضلت ماشيه بينا كده، والحمد لله بتربي عيالي والدنيا كويسه. وفي يوم من الايام نازله رايحه السوق، وقابل مين اللي كنت بحبه الاول، وقفني سلم عليا كلمني، كلمته، حسيت من ناحيته كده احساس ايه، الذكريات الجميله، العمر اللي انا عشته معاه. عامله ايه انت عامل ايه، انا الحمد لله. هو الاخر اتجوز وخلف، وانا اتجوزت وخلفت، طبعا هو عارف. سلمنا على بعض وقعدنا مع بعض وسالني على وعزمني على عصير وقعدنا نتكلم يجي ساعه ما حسيناش بالكلام. في الاخر خدت تليفوني وخدت تليفونه، قال يعني ايه نطمن على بعض كاخوات، ده في الاول ويا ما كنت عملت كده اصلا. المهم وروحت على كده. طبعا روحت بفكر في الذكريات الحلوه والايام الجميله اللي انا عشتها وانا صغيره، والخروجات اللي خرجتها، كل الحاجات دي بقى شريط ماشي قدام عينيا. عدى ساعه اتنين لقيت هو بيرن عليا، ده انا ملحقتش. اول ما شفت الرقم قلبي دق 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 دق، وجريت على التليفون فتحت التليفون. انا قلت اطمن ان انت روحتي. الحمد لله. وانت؟ انا لسه في الطريق وماشي اهو. انت كويسه؟ انا الحمد لله. والله صدقني لما شفتك افتكرت زمان وايام زمان. صدق وانا كمان. يا سلام. والله يا لهوي كانت ايام حلوه، يا ريتها تعود. هو يتكلم وانا اتكلم، هو يتكلم وانا اتكلم، وقفلنا المكالمه على كده. خلاص ايه كده. بعد ما خلص المكالمه انا قعدت كده وحطيت على خدي وسرحانه في ملكوت تاني. جوزي داخل، مالك في ايه؟ قلت له مفيش. حد من العيال في حاجه وانت حد زعلك من حاجه؟ قلت له لا مفيش، انا كويسه مفيش حاجه، انا مصدعه شويه. تقوم حضري الغدا. قمت حضرت الغدا وبس انا في ملكوت تاني. جوزي واخد باله لان جوزي حافظني جدا جدا. يا بنتي فيكي حاجه؟ لا مفيش يا عم. في ايه؟ لا اله الا الله. هو انا فيها بالعافيه؟ واتعصبت. طب اتعصبي ليه؟ انا بسالك عادي يعني. المهم قعدنا وكلنا واكلت العيال ولميت حاجات الغدا وعملت الشاي. جوزي من عادته بيريح بعد الغدا بشويه. دخل ريح وانا ايه مش قادره، دماغي بتودي وتجيب.
مش حاسه بوجود عيالي حواليا، مش حاسه بجوزي، مش حاسه باي، زي ما اكون متخدره. المهم كنت انا عرفته بقى جوزي بينزل امتى عشان لو حب يكلمني ولا حاجه. طبعا عيالي صغيرين مش كبار، ما يفكوش حتى لو كانت في التليفون مش هياخدوا بالهم، عيالي صغيرين جدا. المهم ايه، بعدها بكتير لقيته رن عليا وقعدنا نتكلم بقى، كلام يجيب كلام، كلام يجيب كلام، ودخلنا في الحب ودخلنا في الحوارات ودخلنا والدنيا والحياه. خلاص قفلت، قمت شفت اللي ورايا وخلصت، وجوزي جه وغديته ومش عارف بمشي كلام بيني وبين جوزي، او كنت بكلم مع جوزي عملت ايه سويت ايه، بطلت. ليش اساله؟ احط الغدا ساكته، اشيل حاجه ساكته، اخلص الحاجه ساكته. جوزي بقى مستغرب هو في ايه وايه اللي بيحصل. المهم ايه، لقيته بعت لي رساله على الواتس، مسكت الواتس كده لقيته بعت لي ايه، وحشتيني، وحشني ايامك، رجعتيلي الذكريات الجميله. فرحت قوي 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 بالكلمه، كاني طرت فوق 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 فوق. تخيلوا بقى، بقيت بقى ماسكه الواتس، هو يكلمني وانا اكلمه، هو يكلمني وانا، جوزي موجود بقى طبعا، لان انا كده 10 كلام مكالمات بتبقى فين وجوزي مش موجود. جوزي خد باله ان انا على طول ايه ماسكه التليفون، فقال لي هو انت بتكلمي مين؟ لا ما بكلمش حد، بكلم مين؟ بكلم اخواتي. طب سلميني عليهم. مين في اخواتك؟ قلت له فلان. قلت له فلان. المهم اتاري جوزي طبعا عرفت بعد كده، نزل في يوم، ايه يا عم انا بعت لك السلام وصل لك؟ قال له مع مين؟ قال له مع اختك. قال له اختي بقالها كتير ما بتجيش. قال له ايوه ما بتجيش، ايوه بس على التليفون كان بيكلمك اول امبارح. قال له ما كلمتهاش اصلا، ولا على الواتس؟ لا ما كلمتهاش. قال لي بقى كان متهيألي ولا ايه، معلش بقى انا نسيت ولا حاجه، او من مده ما اعرفش. المهم جوزي كان اخويا في الكلام وخد بعضه ومشي وحط في قلبه وسكت. التاني بقى طلب يقابلني، او عامله نفسي راح اشتري حاجه من السوق وراح اقابله، اخد العيال اعدي على امي كده واروح اديها للعيال واروح انا ايه مشواري وارجع. فين؟ كنت عند امي. وفعلا كنت عند امي، انا خدت العيال ورجعت خدت العيال ورجعت. امي لو اتكلمها ده هي ناس نازله من عندي من هنا، بس الموضوع منتهي على كده. بس جوزي من ساعه ما اخويا عارف الكلام ده ساله واتكلم معاه وهو شاكك فيا. المهم مفيش حاجه بتستخبى كتير على فكره خالص، مره في اتنين في تلاته وبقينا نقابل بعض انا وهو ونكلم بعض واللي لحد ما ايه انا بحس بقى ايه ان جوزي رخب بقى يسكت، يبص لي ويسكت. قلت يا اختي واخد باله مني، طب انا هبطل اتكلم على الواتس قدامه عشان ايه؟ عشان ما ياخدش باله. كفايه ان انا ايه بكلمه تليفونات وهو مش موجود، وقلت له الكلام ده وقال لي خلاص ماشي مفيش مشكله، جوزك ما ايه ما ياخدش باله. قلت له هو مراتك ما بتاخدش بالها؟ قال لي لا مراتي بوادي تاني، انا بخش الاوضه بقفل على نفسي وبكلمك. قلت له يا اخويا ما اقدرش اعمل كده، انا ما اقدرش اعمل كده. المهم جوزي بيقول لي هو انت كويسه؟ قلت له الحمد لله. قال لي في حاجه مخبيه عليا؟ قلبي قبض كده وش اصفر. قلت له لا حاجه ايه؟ قال لي امال مالك كده وشك اتغير كده وحالك اتغير ليه، مالك في ايه؟ قلت له مفيش حاجه انا كويسه مفيش حاجه، في ايه؟ المهم انا كل ده مش يعني مش انا اشغل دماغي واشوف جوزي بيسالني كده، يعني يبقى في حاجه خبان منها، حاجه عارفها. لا الموضوع كان مغمي عيني، او معنى اصح الشيطان كان مغمي عيني، مش شايفه حاجه، كل اللي شايفاها ذكريات والحب مع التاني، بس اكتر من كده انا مش شايفه حاجه خالص. مقابلاتي مع التاني زادت، اهمالي في البيت زاد. يجي لي طبعا بخرج مع التاني بعد معوده طويله جدا، برجع متاخره ما بلحقش اعمل الغدا، يجي لي الغدا بيتعمل لسه. ايه يا بنتي في ايه؟ ده انا كنت باجي الاقي الغدا جاهز. معلش اصل انا رحت عند امي وتقعد معاها شويه. هو انت كل يوم عند امك كل يوم عند امك كل يوم عند امك؟ ايوه ايه المشكله يعني؟ امي تعبانه قلت ابص عليها. قال لي طب ماشي. برضو اتاري جوز البيت اتصل بامي ولقاها كويسه وصحتها كويسه مفيش مشكله، وان انا بودي العيال واروح اعمل مشاوير وارجع لها تاني واخدها وارجع. طبعا امي ما تعرفش، انا قلت امي قولي كذا كذا، انا كنت في دماغي ان لما اكلم امي لسه ماشيه من هنا. اتاري امي بقى قالت له ايه ده بتجيب العيال بتخلص المشاوير انت قلت لها عليها. شوف امي عامله، امي ما تعرفش وايه بترجع تاخدهم تاني. قال لها صح المشاوير بقول لها عليها. طب خلاص ماشي يا حاجه. ده اللي عرفته بعد كده لما الموضوع بقى ايه، هحكي لكم بس في البوال جاي احكي لكم على اللي حصل لي وعلى اللي حصل لي. طبعا التاني كان بيحصل بينا حاجات
هي انا عارفه ان انا غلطانه وعارفه ان انا المفروض اعمل كده، بس غصب عني ما اعرفش كان بيحصل ازاي. اول ما بيمسك ايدي كنت بنسى نفسي وبنسى الدنيا وبنسى الحياه. ما اعرفش هل انا يعني كنت محتاجه ان هو يرجع في حياتي تاني ومحتاجه الحب. طب ما انا كنت بحب جوزي وعيالي، وقلت في الاول ان انا بحب جوزي وعيالي، بس ايه اللي جرالي لما شفت ده؟ انا ما اعرفش. يعني شيطاني هيأني، كل حاجه هيئت لي، ما اعرفش، في حاجه مش خلتني مش عارفه اقول ايه. فالمهم الموضوع اتطور حاجات تانية ما كنتش حابه انها تتطور اصلا، وبرضه اشتري سايقني ودماغي سايقاني للهبل والغلط، ومفيش فايده وما برجعش. يعني كذا مره ربنا ستر عليا وانا برضه مفيش فايده فيا. يعني كذا مره جوزي ارجع من قبله 10 دقايق او 5 دقايق، جوزي يقابلني في الطريق وانا راجعه. يعني كم مره اتقفش في حاجات ملهاش لازمه كانت بتعدي، بس قلت لك مش بتعدي لجوزي، بس جوزي كان بيعديها ما كانش شاكك فيا. جوزي كان في دماغه ان انا بروح لواحده صاحبتي، ده اللي انا عرفته بعد كده برضو. يعني الراجل كمان كان شاكك فيا كمان الراجل. يعني لو كنت عرفت كده من الاول ما كنتش تمديت. او هو اصلا جوزي ما صارحنيش ان هو في شاكك في حاجه او في حاجه، انا ما اعرفش. انا بجد مش عارفه. يعني انا بحكي لكم بالطريقه اللي كان بيكلمني بيها على فكره. المهم في يوم بقى خرجت انا من البيت تاني جوزي قال رايح الشغل، قلت له ماشي. اتاري ما راحش الشغل. انا بقى نزلت زي كل يوم، خدت العيال مع عند امي. امي بتقول لي بقول لك ايه، عايزه اقول لك على حاجه. قلت لها بعدين مستعجله. يا ريتني كنت استنيت وسمعتها. قلت لها كانت هتقول لي ان جوزك سالني وعليكي، وقلت لها كذا كذا كذا. لا طبعا كنت مستعجله عشان اروح للبيت، هتجنن اروح للبيت. طب استنى اسمع امي تقول لي ايه. بس هو ربنا يهدي ان انا اتكشف، ان انا اتمسك. يعني خلاص هو ستر عليا وبعد كده خلاص، يعني مفيش ستر. يعني بيقولوا ايه، بطاقه الستر شمل عليا خلاص. اتاري جوزي ماشي ورايا وانا ما اعرفش. رحت قابلت البيه، بنقعد في مكان كده هادي وكلام وحب وحياه، هو شايفنا. جوزي اتاري بيصور من بعيد، صورني من بعيد جوزي، وشافه هو بيبوسني. شافه هو بيبوسني، لقط الصوره ولقيته فوق دماغي. التاني الندل عمل ايه؟ سابني وجري. سابني وجري. وجوزي وصلي كده خد بعض ومشي. جريت وراه، حقك عليا، معلش سامحني، انا غلطانه، انا ولا كان بينطق ولا كان بيتكلم ولا اي حاجه خالص. انا ما اعرفش جوزي مصورني اصلا. خد بعضه وقال لي اطلعي وراح على بيتنا. اتصل بابويا وكلمه، وابويا كان في الشغل، جه واخواتي جم وراهم الفيديو. طبعا كانت مفاجاه ليا. وابويا اتصل بيا قال لي تعالي انا عايزك، وهاتي هدومك وتعالي وهاتي حاجتك وتعالي. عرفت ابويا راح قال له، بس انا قلت كداب، انا هكدبه. هو يثبت بايه؟ خدت عيالي ورحت. ما حصلش. ابويا ضربني طبعا، ما حصلش ازاي، وقله ادب وشتيمه طبعا من اللي قلبكم يحبها. وراح ابويا مريني الفيديو ده. ما حصلش. حطيتي راسنا في الطين، انت مش متربيه. انا قلت من الاول انت مش متربيه. الواد ده قلت لك من زمان مالكيش دعوه بيه. رجعت له تاني، عملت تاني، سويت تاني، طخ تيخ طخ تيخ طخ طخ تيخ تيخ. طبعا ابويا طبعا لما قال له هاخد العيال قال له خدهم. طبعا كنت هجنن على عيالي، لا عيالي لا مش عيالي لا. راح مديني على بقي قال لي ما تنطقيش وما تتكلميش خالص، ما تجيش عيال اصلا عنده، وكل حاجتك هناك هو هياخدها. ده قلعي دهبك. ابويا بقى قلعي دهبك، قلعته قال له يا ابني دهبك اهو. راح مدام على يمين الطلاق وطلقني. قعدت حل على جوزي، اتصل بيه ما يردش عليا. عايز اشوف عيالي ما رضيش كده اشوف عيالي. في بيت اهلي عايشه كاني خدامه، ما بخرجش ما بروحش ما اجيش. والتاني سابني وهرب وما سالش عليا. واتبهدلت بهدله محدش شافها، وبقيت شغاله زي الخدامه في البيت. اللي ما يرموها لي كده. طبعا الحزينه عليا هي امي بصراحه، ما بتبطلش عياط عليا، بس هتعمل ايه؟ انا غلطانه. كنت هبوس ايد جوزي ان يسامحني ويرجعني، مرضيش.
ده شاف عيالي مرضيش. قلت لابويا انا عايز اخد عيالي، انا هرفع عليها. قال لي ترفع قضيه؟ انت ما تجيش ترفع قضيه، ده هو هيوري الفيديو اصلا هناك، انت ما هتاخدي حاجه اصلا. بقول لك ايه، امشي لك عيال بقى، اياك بس ربنا يلاقي حد يستر عرضك عشان ايه نخلص منك. قلت له ماشي يابا. بقيت قاعده منبوذه، محدش طايقني، محدش بيتكلم معايا، ولا معايا تليفون ولا معايا حاجه، خدامه للكل. الوحيد اللي حنين عليا بعد اللي عملته هي امي، وعيالي خلاص اتاخدوا مني، وحالتي اتدهورت طبعا. مش عارفه اعمل ايه، مش عارفه اعمل ايه، بجد مش عارفه اعمل ايه. في حل اعمله ارجع لحياتي وعجوز بحياتي؟ في حل ممكن يتعمل؟ وبعدين سمعت ان جوزي اتجوز واحده تانية على عفشي وعلى حاجاتي، وبتربي لي عيالي زي ما بيقولوا. انا خلاص. والتاني رماني رمت الكلاب، ما سالش فيا، ما اتصلش بيا ولا اي حاجه خالص، ولا قال لي انت فين، ولا حتى جه يصلح غلطته، ولا اي حاجه خالص، كاني مش موجوده. لحد ما في مره انا كلمت، قعدت ارن من رقم امي، طبعا حافظه رقمه، رد عليا، بقول له اخص عليك كده تعمل فيا كده وما تسالش عليا، ما تحلش مشكلتي وتسيبني وتهرب. ما هو انا مش عايز خراب بيتي، مش عايز ايه، مش عايز خراب بيتي، انا كده بيتي هيتخرب. قلت له طب بيتي، قال لي اعمل لك ايه واسيبك كده، وراح مسكها في وشي. ده اللي حصل معايا. فقلت احكي قصه يمكن ناس تتعلم، كل واحد تتعلم، بدل ما زوج كويس وابن حلال، انسى الماضي وعيشي حياتك. ليه نرجع للماضي تاني؟ انا بقى رجعت للماضي تاني وحصل اللي حصل لي، ودي قصتي، وحياتي انتهت على كده، وعيالي بعدوا عني، والحياه اتطربقت فوق دماغي، ومش عارفه اعمل ايه. انا عن نفسي مش عارفه اقول لك تعملي ايه بصراحه، تستاهلي كل اللي حصل لك. بس اقول لك حاجه، رب غفور بعباده، ادعي ربنا، يمكن ربنا يغير الحال، محدش عارف، ربنا يغير، يعني ربك قادر على كل شيء. استغفري ربك. انا مش هقول لك انت مذنبه ولا مش مذنبه، انا مش بحاسب حد، بس اقدر اقول لك ان انت اصلا ضيعتي حياتك بايدك، ضيعتي دنيتك. راجل حبيتيه وكويس وجبت منه عيال ونسيت الدنيا، ترجعي للماضي ليه؟ اقفلي على الماضي والغيه. بس اقول ايه، ودي قصتنا النهارده يا جماعه.